عارف ان خطيته صعبة وبشعة، لذلك ما دام هي موجهة ضد الله والله غير محدود، يبقى الخطية غير محدودة. عشان كده مش بيقول ارحمني يا الله بس، بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. يعني مش عايزة رحمة عادية، ده عايزة عظيم رحمتك. وكمثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، يعني عايزة رحمة كبيرة ورأفات كبيرة عشان الخطية كبيرة. هذه نقطة تانية في اعترافه بالخطية. وأيضا خطية هو بيقول عليها إنها أمامي في كل حين. بيقول وخطيتي أمامي في كل حين. أمامي في كل حين يعني أنا بتذكرها باستمرار، مش نسيها. في واحد يخطي زي ما عايز، وبعدين يجي يعترف، وبعد ما يعترف يقول خلاص الخطية اتغفرت بقى ماليش دخل بيها وينساها. لكن داود ما كانش كده. ده بعد ما ناثان قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، فضل فاكرها على طول، أمامي في كل حين. ودي تفكرنا بكلمة قالها القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، قال إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله. ينساها يعني لا يذكرها يعني. إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. فأحسن علينا أن احنا نتذكر خطايانا، لأن ياما بننسى خطايانا. كفاية أن واحد عمل أعمال غير لائقة خالص وجه اتناول واعترف وخلاص، الأديب عليه الرديم، لا نعود نذكرها.